صحيتك. هو اللي كانت صعبه هي سكه السلام، لان هي كانت لسيده يعني انا بقول لك مش عارفه ايه، انا عايزه اقول لك الشراب المقلوب. تقولي لنا بس تقولي لنا كده عشان انت عارفه ان انا لسه كنت بحكي لهم بره انه انا لما بقعد اتفرج على نفسي غير اما ببقى كده، يعني لانها مش صور فوتوغرافيه، انا حاسه انها تلقائيه، مش انا يعني هي اللي جوه دي هي لعبه فعلا متقمصه الحكايه. طب كان الفنان محمد صبحي هو اللي بيوجهك بيقول لك تعملي ايه بتاعي؟ هو طبعا ما فيش حاجه من غير اذنه، لكن هي الفكره انه اللي انا عرفته في احداث المسرح ان انت بتبقي يوم بعد يوم بيحصل تجويد للشخصيه، يعني الشخصيه بدات شخصيه بنت بلد عاديه اللي هي لعبه الست، وبعد كده بتتطور. ارجع لحضرتك انه حته ازاي جددتي في حاجات هي اللي اصعب مسرحيه سميحه ايوب العظيمه سيده المسرح العربي، سكة السلامه، لان دي مسرحيه بقى واللي كاتبها سعد الدين وهبه الراحل العظيم، وكانت ناجحه والاسطوره هي اللي ممثلاها، هي البطله وموجوده في ارشيف التلفزيون بشخصياتها بكده. فانا بصراحه عشان اقول كلمه حق انا كنت ضد المسرحيه ان انا اعملها خالص، لان غصبا عنك هتقعي في مقارنه مش ما يصحش تعمليها اصلا من الاصل، يعني حتى وان كنتوا بتتناولوها من زاويه ثانيه بطريقه ثانيه يعني برضه هتحصل. الجميل في الموضوع ان سيده المسرح العربي جت يوم الافتتاح وادتني بوكيه ورد غالي عليا جدا، وبعد كده اعتقدت ان هي يعني شيمه الكبار منهم انه لازم تعمل كده. انما بمعرفتي بعد كده بالفنانه سميحه ايوب وفي لقاءات كتيره طلعت فيها واحداث في الجورنال اكتشفت ان فعلا هي حبتني في الدور، لدرجه ان مؤخرا انا حتى احتفلت بعيد ميلادها وعملت فيها مذيعه وحاجات كده في الموضوع ده. اجي كارمن كانت ميزتها ان هي اتعملت فيلم اللي هو فيلم ثوره، واتعملت اظن مش عارفه اتعملت مسرحيه ولا لا، بس ما اتعملتش مصري. يمكن ناس كتير حسوا ان هي كده، وكارمن هي اللي انا اخترت علشانها من الفنان محمد صبحي اصلا، وهو كان شايف ان انا شخصيتي بالظبط هي كريمه، يعني ما فيش مجهود كبير في كريمه ولا هيعملوا في النهايه لو اللي هي البويش الفيمينين اللي هي الشخصيه دي، التركيبه اللي ما بتحبش حد يجرحها، اللي كرامتها عندها عاليه قوي. كارمن هو كان وجهه نظره انه كارمن ده حاجه عاديه، انما لعبه الست هي دي اللي هتبقى الاختلاف، ان الناس مش منتظره من سيمون ان هي تعمل كده. التجربه كلها انا شايفه نجاحها جه من خلال كذا حاجه. الحاجه الاولانيه طبعا انك قدام مخرج ونجم كبير زي الفنان محمد صبحي، ومدرس في المقام الاول كمان، معلم جيد جدا وعظيم. الحاجه الثانيه ان هم 3 مسرحيات مش مسرحيه واحده، فبتقدمي صعوبتها صعبه جدا ان تدخلي من شخصيه لشخصيه، ولكن ميزتها ان انت بتتلوني كل يوم فبتقدمي فرايتي لشخصيتك، كل مره بتجودي وشخصيات مختلفه تماما. النضج في يعني ان انا مشيت مرحله مش بطاله من الحياه الفنيه، مش في اول حياتي الفنيه، فقابلت كبار وقابلت صغيرين واشتغلت مسرح واشتغلت السينما واشتغلت غنى وعملت مراحل كتيره في حياتي، فكانها تتويج لاحد المراحل في حياتي اللي هي اول مرحله. فكره ان انت تعملي اعاده تراث تاني، برضو ارجع اقول لك التراث ده استهواني جدا، التحدي بان انت من ايام يوسف وهبي ما فيش هذا، ما فيش انك تعملي 3 مسرحيات، الناس بتعمل مسرحيه واحده وبتقعد سيزون معين. فكره ان انت تكسري المألوف، الناس متعوده ان سيمون مثلا كانت بتغني بتاني فجاه لو يوم مر يوم حلو مع سيده الشاشه العربيه. لا وابدعتي مش بس قدمتي. بمناسبه الكبار اللي انت قابلتيهم، يعني سيده المسرح العربي، يعني انا شايفه ان يعني كونها عملت كده وجات وجابت لك ورد، اعتقد ان ده المنتظر منهم، حتى ان سيده الشاشه العربيه بقى فاتن حمامه برضو في اول يوم كان ليكي تصوير معاها في يوم مر ويوم حلو، حاسه ان هي كانت متواضعه جدا معاكي واديتك نصيحه اعتقد انك ماشيه عليها. يعني الحقيقه بصي، هو انا بحب اتعلم من كل الناس، الكبار طبعا لانك بتاخدي خبراتهم وتجاربهم، ومش هقول لك مصداقيتهم لان الكبار كلهم مصداقيه وبيدوكي ثقه في البدايه، يعني ما فيش حته اللي بيسموها بالمصري النفسنه او الغل، لا خالص. يعني الكبار تملي، الكبار فعلا يعني مش كبار سنا، كبار فنا وسنا وكل حاجه، دول بيبقوا ميزتهم ان هم ده انا اللي عملت كده، ما قفلتش الموبايل ازاي اغلط غلطه زي كده. المهم يعني بيبقى ميزتهم ان هم بيبقوا حابين يعلموكي، حابين يدوكي التجربه على الجاهز،
التجارب اللي بتسمعيها ورا الكاميرا اهم كمان من الكاميرا. فانا الحمد لله الحمد لله، انت بتقولي حظ، انا بقول ان انت بتبقي مصدقه الشغلانه اللي انت داخله تعمليها. يعني انا دخلتها بالصدفه، ودي كانت هوايتي مش دراستي خالص، فبقت هي مهنتي، فحبيتها بجد، فما استسلمتش لتنازلاتها، للتواجد او للحكايه. طب انا عايزه قبل ما نختم اسال سؤال شخصي وفني في نفس الوقت. انت جميله ميرسي. اصلا انا داليا عارفاها، بعرفها شخصيا بقالنا سنتين، تغيب عليا وتجيب بيبي صغير وترجع تاني كده. اتفضلي. انت قلتي في الاغنيه الجديده اللي هتعمليها حلاوه المولد فيها كتير مني، فيها ايه من سيمان؟ الكلام ايه؟ هو يعني اقدر عليه ان هي تعيده ليكوا حنان طبعا. حنان كانت لسه معانا من يومين، عايزه والله اقول لك، للاسف دي صدفه جميله. عن الكلام وطبيعه الاغنيه ان هي البنت المصريه المتحضره. اصل في ناس عندهم فكره ان البنت المصريه مش لازم تبقى مواكبه للعصر الحديث لا بالعكس، هي بنت مصريه طبيعيه جدا، بتحترم نفسها، بتحب الناس تحترمها، بتدخل في مشاكل وبتطلع منها حدوته. انا بحب كمان ان الاغاني بتاعتي تبقى حدوته، متشوقين واشوفها متصوره، يعني قبل ما اغنيها اشوفها متصوره. وعايزينك تسرعي بقى على طول، يعني بطيئه، انا سلحفه شويه، سلحفيه. لا انا شايفه ان هي قالت جزء برضو من شخصيتها من خلال الكلمتين اللي انت قلتيهم في الاخر. لا واضحه بقى، خليهم للجمهور. بنشكرك يا سيمان على اللقاء الجميل ده، وبنتمنى لك التوفيق في كل حاجه بتعمليها ان شاء الله. ميرسي يا سحر، وانا حاسه انك انت غير انك مذيعه، حاساكي ممكن تبقي دكتوره. جميله. وداليا طبعا الصديقه الجميله، وانا الحقيقه بستمتع لما تبقى، مش معنى كده انا ما بحبش المذيعين الرجاله، لكن بستمتع بتبقى قاعده كده بناتيتي حلوه قوي. ميرسي ليكم، ميرسي صباح الخير، ميرسي لجمهورنا اللي بيتفرج علينا بدري وفي وسط الاسبوع، كاميرات الاخراج. ميرسي، باي باي. واحنا بدورنا كمان نقول لهم باي باي، ونشوفكم ان شاء الله بكره في حلقه جديده من صباح الخير.